مفيش ولا أحلى ولا أجمل من الطاجن القمر دي، أحلى وأسرع مسقعة ممكن تعملوها فطار غدا، اقتصادية وسهلة وبسيطة ومش تاخد مننا وقت خالص. نجهز الخضار بتاعنا كده: بتنجان مكبب وفلفل أخضر وبطاطس. مقشرة البطاطس وغسلاها كويس جدا وأقطعها شرائح بالطول كده، وبعدين أحطهم على بعض كده وأقطعهم صوابع طويلة بالشكل ده، وأهم حاجة تكون سميكة، وممكن نقطعها قطع مكعبات كده على حسب الشكل اللي انت بترتاحي فيه بالاكل. بعد كده هشيل كل البطاطس بتاعتي احطها في الطبق، وهجيب الفلفل الاخضر بتاعي غسلاه ومصفياه وهقطعه شرائح بالطول كده. اهم حاجه منقطعوش صغير عشان ما يشربش مننا الزيت ويكش ويتحرق مننا. بعد كده البتنجان بتاعي هجيبه واشيل الحتة اللي فيه من فوق دي، وهقطعه كده دوائر او قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة البتنجان بتاعنا ننقيه كويس عشان يبقى حلو من جوه وطعمه مسكر وحلو، ما يبقاش مبزرم كده وطعمه مش حلو. بعد كده هرش عليه معلقة ملح كده، ودي مهمة عشان تنزل كل السوائل اللي فيه وما يشربش الزيت معانا. بعد كده هجيب الحلة بتاعتي على النار، هقطع فيها فصين توم كده مسقعة، يعني توم كتير نكتر فيها التوم بالشكل ده. ممكن نضربه في الكبة او في الهون او نقطعه على ايدينا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى نار متوسطة كده. واحط معلقتين زيت، ما نحطش سمنة خالص في المسقعة بتاعتنا، زيت ذرة عادي او زيت زيتون، ونشوح كده لحد ما ريحتهم تطلع معانا. وبعدين هنزل بمعلقة خل مهمة جدا في المسقعة، بتخلي طعم المسقعة في حتة تانية خالص. وهنزل بنص كيلو من الطماطم، ومعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من السكر، ومعلقة كبيرة كده من الملح. هقلب كل التوابل بتاعتي في الصلصة كده واسيبهم يتسبكوا مع بعض. وكده طاسة فيها شوية زيت كده، والطاسة التانية فيها زيت، طاسة للبطاطس وطاسة للبتنجان والفلفل. عشان البتنجان طبعا بيغمق الزيت، فما نعملش في قلب البطاطس عشان البطاطس بتاعتنا ما تبقاش غامقة. وعلى نار عالية الاتنين كده نحمرهم ونشيلهم كده، نصفيهم، واهم حاجة نصفيهم كويس جدا، ونحط البتنجان في طبق والبطاطس في طبق، لان البتنجان بيبقى فيه زيت ما ينزلش على البطاطس بتاعتنا. وبعد كده اشيل البطاطس بتاعتي بالشكل ده واصفيها واحطيها في طبق تاني لوحدها مش مع البتنجان. في الوقت ده انا حاطه الطماطم بتاعتي على نار تانية كده تتسبك. وبعد كده هنزل ببقية كمية البطاطس، واشيل البتنجان بتاعي كده، واحط الفلفل بتاعي يتحمر. الفلفل احمره اخر حاجة، وهي تشويحتين، يعني ما سيبهوش كده لحد ما ياخد لون، لان هو هيكمل سواه في الصلصة بتاعت التسبيكة بتاعته. بعد كده بقى الصلصة بتاعتي بقت بالثوم كده، هنزل فيها البتنجان والفلفل والبطاطس بتاعتي، وهقلب تقليبة بسيطة كده عشان ما تتهريش مننا، واسيبهم يستووا مع بعض كده حوالي 10 دقايق. تتسبك كده الصلصة مع البطاطس والبتنجان والفلفل، واقلبهم تقلبتين كده واسيبهم دقيقتين كده مع بعض، وبعدين نفصل عليهم، وتكون المسقعة بتاعتي جاهزة بالشكل ده. كده خلاص أحلى وأطعم مسقعة جهزت معانا. ممكن في الوقت ده نحط عليها من فوق كده، نحط عليها شوية جبنة موتزاريلا كده وندخلها الفرن، بس أنا هسيبها كده، أحط عليها شوية جبنة موتزاريلا وهتسيح كده من البخار، ونسيبها كده. وطبعا ممكن نعملها باللحمة، مسقعة باللحمة المفرومة كده خطيرة، عملتها معاكم قبل كده، هعملها معاكم تاني. احلى واطعم مسقعه كده. الجبنه بتاعتي بتمط مع البطاطس، اكله اقتصاديه كده وسهله وبسيطه، ما خدتش مننا اي وقت خالص، وطعمه وحلوه، ويعني كلنا بنحبها، ما خدتش مننا اي وقت خالص. سهله وبسيطه واقتصاديه. اهم من كل ده الاكله الاقتصاديه اللي مش بتاخد مننا اي وقت ولا مجهود.